أهلا بكم متتبعي أخبار جياسكا. المدرب زيمباور يريد يسري بوزوك في جياسكا بأي ثمن. الفريق السعودي يحدد ثمن تسريحه بقيمة 1 مليون يورو، واللاعب لا يمانع العودة للجزائر. الكرة في يد شركة موبيليس. إن أرادت فعلا العودة بشبه القبائل لسكة الأرقام فعليها الوفاء بوعودها وفعل المستحيل للفوز بالصفقة. 4 فرق جزائرية مهتمة بخدمات بوزوك: جياسكا، اتحاد العاصمة اللمسية، وCRB. واللاعب جلس في طاولة المفاوضات مع البعض منهم، وأكد أنه يفضل عرض شبيبة القبائل على كل العروض الأخرى بالنسبة للأندية الجزائرية. في ثاني خبر في ثاني خبر ربما جياسكا تريد غلق سوق الانتقالات الصيفي بصفقة مميزة. يتعلق الأمر بالدولي الجزائري ولاعب السد القطري آدم والناس. عبد الرحمن بوداح لاعب الدوري السويدي المغترب في السويد لن يلعب في صفوف شبيبة القبائل وينتقل رسميا إلى الدوري اليوناني. خنشلة تصر على الثنائي إدريس وعمري. بركان يغادر تربص المحليين نحو بلجيكا لحسم مستقبله مع نادي زولتي. أيمن عمارة يدخل فكرة إدارة جياسكا لمنافس بوعليه وخلافته في حال وصول عرض بوغري لإدارة الشبيبة من أجل احتراف لاعبها مستقبلا. اليوم في حفل ميلاد الحارس غايام رباح كان معهم لاعب أمضى في جياسكا وهو زين الدين بالعيد. قائد منتخب إفريقيا مواليد 2002 وسط ميدان مطلوب من عدة أندية جزائرية: يونغ أفريكانز وسيمبا ونوادي من شمال إفريقيا، وهو مرشح للالتحاق بنادي جياسكا.